عندك مشاكل كتير في شعرك، عندك هيشان وخشونة، شعرك بيتساقط بطوله، في فراغات مش بيطول، يبقى عليكي بالزيت المعجزة ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هعمل النهارده معاكم وصفة عبارة عن زيت طبيعي جدا 100%، هيغنيكي عن كل الزيوت اللي ممكن تشتريها في حياتك. ممتاز جدا جدا. اهم حاجة بس تكملي معايا الفيديو للاخر، لان بقولك تركات كده معينة بتبقى في اخر الفيديو لازم تعرفيها عشان تنجحي الوصفة وتعمل معاكي مفعول كويس، ما ترجعيش تقولي الوصفة ما عملتليش اي حاجة. وهو عموما الوصفة دي بتجيب نتيجة من اول كام يوم من استعمالها، فوصفة سريعة جدا جدا جدا، وكمان هتفيدك قوي. الناس اللي بتعاني من تساقط وكمان بتعاني من ان الشعر هايش مجعد، شعر تالف من صبغة او مكوى كتير، فالوصفة دي علاجية، زائد ان هي وصفة بتكثف وبتطول الشعر وتنفع للاطفال من بعد عمر ال3 سنين. تمام. يلا بينا نبدا الوصفه. متنسيش اللايك ومتنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، متنسيش اهم حاجه اللايك على الفيديو ده، لان اللايك بيرفع من مشاهدات الفيديو يا بنات، وده مهم جدا جدا. كل حبايبي يعملوا الحركه دي، اهم حاجه اللايك. متنسوش تصلوا على رسول الله واكتبوا لنا تحت في الكومنتات اسمك وبتتابعينا من انهو بلده. يلا بينا. النهارده الوصفه اللي هتكون عندنا وصفه بسيطه. اول مكون هيكون عندنا النهارده وهو القرنفل، لكن هنستخدم النهارده القرنفل المطحون. تمام. ممكن تستخدمي القرنفل العادي اللي هو مش مطحون، اللي هو بيبقى المسمار نفسه ده، لكن بصراحه لو هتساليني انصحك تستخدمي المطحون، لان المطحون هيتفاعل اسرع مع الوصفه. اما القرنفل نفسها الجامده بتحسي ان هي ممكن تاخد وقت شويه على ما تتفاعل مع المكونات بتاعتنا النهارده والوصفه بشكل عام يعني. فلو مش عندك مطحون ممكن تجيبي من عند العطار مطحون، قولي له انا عايزه قرنفل مطحون، او عندك وجيبي ايد الهون او لو عندك كبه بتاعه البهارات دي اطحني فيها القرنفل، او في ايد الهون. ده كان بالنسبه للاول مكون هيكون عندنا النهارده. يلا بينا نبدا على طول في تطبيق الوصفه. هنبدا نحط معلقه كامله اهو كده من القرنفل، هتكتفي فقط بمعلقه واحده. تمام، معلقه واحده بس من القرنفل. تمام، ده كان بالنسبه للوصفه بتاعتنا. تعالي بقى للمكون التاني اللي هيكون عندنا، وهو مكون غريب شويه، لكن صدقيني انا مستعملاه بقالي سنين طويله، اللي هو الحبهان. تمام، لو عايزه تستغني عن الحبهان في الوصفه براحتك، بس بصراحه يعني الوصفه قائمه عليه، فانا شايفه ان انت لو مش هتحطيه يعني الوصفه هتبقى برضه قويه، بس يعني اساسيه. هنحط بالظبط 4 حبات من الحبهان، اللي هو الحبهان في كل الدول اسمه حبهان، ليه اسماء تانية لو انت مش عارفاه ممكن تدخلي على اللي هو الجوجل وتعرفي اسمه بالظبط. هو عموما ليه اسم تاني اسمه الهيل. تمام، انا استخدمت اهو 2، وبعدين هبدأ ان انا اجيب 2 كمان اهو. حطيت بالظبط 4 حبات. طيب هتقولوا لي يا صوفي الحبهان ده احنا بنستخدمه في الطبخ او المشروبات او على الشاي او الكلام ده. انا عايزه اقول لكم ان فوائد الحبهان او الهيل للشعر غير عاديه تماما. اللي فاهم اصلا فوائد الحبهان عارف ازاي هي مفيده. فيها كميه فيتامينات مفيده جدا للشعر، بتطول وبتقوي منه وبتعالج التساقط يمكن من اول استعمال. الحاجه التانية اللي انتوا مش عارفينها عن الحبهان نفسه، ان هو بيساعد على تنظيف الفروه، يعني بيشيل البكتيريا والقشر او الدهون الزياده، فبالتالي بيساعد نمو الشعر بشكل سريع. فده مهم جدا جدا جدا، لازم تستعمليه في الوصفه النهارده. انا حطيت بس 4 حبات. تمام، يلا بينا بقى نبدا في تطبيق الوصفه، او نحط الحاجه الباقيه من الوصفه. شايفين الزيت ده زيت جوز زيت زيتون البكر. اهم حاجه تكوني متاكده ان انت جايباه من مكان نظيف، وان هو يكون نوع حلو. يعني من الاخر يا بنات حاولي تجيبيه نظيف كده والكواليتي بتاعته حلوه. تمام، عشان وانت بتستعمليه تستفيدي منه، لان في زيوت كتيره قوي في السوق او عند العطارين بتبقى محطوط عليها حاجات كتيره قوي عشان تزود بس الكميه بتاعه الزيت، فما بتبقاش مفيده قوي، بالعكس ممكن تاذي كمان. فالافضل انت تستخدمي زيت زيتون من مكان كويس، او تجيبي نوع وماركه نظيفه للزيوت. تمام، انا هستخدم دلوقتي كوبايه كامله من زيت الزيتون. لو انت عايزه ما تستخدمي زيت الزيتون وتستخدمي مكون تاني فبراحتك،
ممكن تستخدمي يعني قصدي زيت تاني، ممكن تستخدمي زيت الزيتون، ممكن تستخدمي اي زيت زي زيت السمسم، ممكن تستخدمي الحاجات دي، لان انا اصلا هعمل ميكس ما بين زيت الزيتون والزيت تاني. اهو يا بنات جبت كوب كامل من زيت الزيتون عشان هنبدأ ان احنا نستعمله على الوصفة. اهو كوب كامل من زيت الزيتون. عايزه اقول لكم بقى ان زيت الزيتون من ضمن الحاجات الجميله اللي ممكن تستخدميها لشعرك في يوم من الايام. تمام؟ ليه بقى؟ لان هو بيساعد على تطويل الشعر وتكثيفه. تمام، هتبداي ان انت تقلبي كده. لكن في حاجه اخيره انا عايزه اقول لكم عليها عشان تستخدموها في الوصفة النهاردة بتاعتنا. طيب يا صوفي ايه هي الحاجة دي؟ الحاجة دي وهي اضافة من عندي بحب استخدمها، وهي زيت الخروع. هتحطي معلقة من زيت الخروع. الزيت ده انا بحبه جدا جدا جدا، ممتاز بالنسبة لي جدا جدا، وبيطول لي الشعر بشكل سريع، فبصراحة انصحك بيه جدا. تمام، انا بحط معلقة واحدة بس، يعني هحط معلقة واحدة بس منه بالظبط كده. يعني انت اهم حاجه بس ان انت تكوني متاكده ان الزيت ده هيجيب معاكي نتيجه ممتازه. انا هحط بالظبط مقدار مثلا معلقه كده. بسم الله، اهو ده مقدار معلقه من زيت الخروع. وبعدين تبداي ان انت تقلبي بشكل كويس جدا. التقليب ده مهم قوي. ليه بقى؟ عشان يعني هيخلي الحاجه كلها ان هي كانها ايه، تتجانس مع بعض كده. فالتقليب ده يعني عايزه اقولك مهم جدا 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 في الوصفه بتاعتنا النهارده. اهو تمام. بعد ما قلبتي كويس هتحطي الخليط ده كله والزيت ده كله على النار لمدة 10 دقايق بالظبط، على نار هادية قوي. احنا مش عايزينه يغلي، لا احنا عايزينه يسخن عشان ينزل كل المكونات بتاعته دي في الخصائص دي كلها في الوصفة بتاعتنا. تمام مظبوط كده. يلا بينا على طول نحطه على النار. اهو يا بنات سبتها على النار لمده 10 دقايق. طبعا سبتها تبرد شويه عشان ما تبقاش سخنه. هبدا ان انا اصفيها عشان اقول لكم طريقه استعمال الوصفه. انا بصفيها عشان طبعا القرنفل حبيباته صغننه جدا وممكن تضايقك في الشعر، فانا بصراحه بصفيها بحاجه. الشوائب دي كمان يعني بتشيليها، يعني ما ينفعش تصفيها بمصفى. لو عايزه تصفيها بمصفى براحتك، انا عن نفسي بعمل كده. بتجيبي منديل زي ده كده وبتبداي ان انتي يعني تصفي الوصفه. لو انت عايزه تستعملي مصفى ماشي، بس بحس ان المصفى مش جيده قوي فازاله الشوائب دي يعني. فبس انت يعني برضو ايه براحتك. انا عن نفسي بعمل الحركه دي. شوفي انت برضو ايه اللي يريحك وايه بالنسبه لك الافضل. اهو يا بنات بصوا الزيت ما شاء الله نازل كله متصفي من الشوائب بتاعه القرنفل، وكل يعني هتلاقيها ناعم معاكي جدا، مفيهوش اي شوائب من الشوائب المزعجه بتاعه القرنفل. بس عشان ما تلزقش في شعرك هصفيه كله وارجع لك. اهو يا بنات الزيت بتاعنا بعد ما صفيته وبعد ما بقى نضيف تماما، ما فيهوش اي نوع من انواع الشوائب اللي ممكن تزعجك. عايزه اقول لكم بقى حاجه مهمه جدا، وهو طريقه استعمال الوصفه. الوصفه دي انت بتدلكيها على شعرك لمده يعني حوالي كده 5 دقايق، وبعدين بتسيبي الزيت على شعرك لمده ساعتين، وبعد كده بعد الساعتين دول بتغسلي شعرك كويس بالشامبو، او ممكن تحطيها بالليل وتقومي الصبح تغسليها. بتكرريها من مره لمرتين في الاسبوع. لو شعرك مجهد قوي استعمليها مرتين في الاسبوع مؤكد، مره في نص الاسبوع ومره في اخر الاسبوع. اوعدك التساقط هيقل وهيختفي تماما، شعرك هيطول، كل مشاكل الشعر حرفيا هتتعالج. بس كده نكون خلصنا الوصفه بتاعت النهارده. اتمنى انها تكون عجباكي وانها تكون مفيده ليكي. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامه.